دايما محتاجين، دايما في كل علاقاتنا محتاجين للحوار والتفاهم. ده ممكن يقفل ابواب مشاكل كتيرة جدا. مش ممكن، ده اكيد يعني. مع انفسنا في المقام الاول بالظبط. ومع الاطراف الاخرى، يعني ايا كان بقى. يعني على فكرة الحب والكلام اللي احنا بنقوله ده مش شرط يكون على العلاقات العاطفية. مم. انا دلوقتي عندي صديق و... وفي مشكلة بدأت تظهر، لازم اتكلم معاه، لازم يبقى في بيني وبينه لغة حوار، ما يبقاش عايشين على اننا مجرد اتنين صحاب وخلاص. او حتى اخويا اللي عايش معايا في البيت، ما ينفعش نبقى احنا الاتنين عايشين ان احنا اخوات وخلاص. لازم يبقى في بيننا لغة حوار، لازم يبقى في بيننا تواصل بشكل يساعدنا نحل المشاكل. بس النقطة دي للأسف برضه مش موجودة عند ناس كتير يعني. الحوار بالنسبة لهم شيء صعب، فاهم؟ انا الحوار ده هيكون معتمد، اعتقد يعني ان هو معتمد على ايه؟ قدرة الشخص ده ان هو يعبر عن مشاعره. احنا مش بنعبر عن مشاعرنا اصلا. مم. احنا نادر قوي لما نعبر عن مشاعرنا. يعني هل في، يا عمي خلينا احنا كرجاله، يعني هل عمرك شفت واحد بيقول لصاحبه بجد ان هو بيحبه، بيعبر له عن مشاعره؟ انت كمؤمن، احنا مش بنتكلم عن مؤمن دلوقتي. ما انا عارف، انا بقول لك ان دلوقتي يعني لازم نبقى واعيين بقى. اه. في ناس شايفين ان التعبير عن الحب ده اللي هو حاسس ان هو بيقلل من نفسه، مش فاهم ليه. حقيقة انا مش فاهم ليه. مم. ومش برضو بنتكلم عن هو علاقات شيء بس. راجع من التربية والبيئة شوف، يعني. انا هحكي حاجه عن يعني حاجه حصلت لي انا مم. مع امي الله يرحمها. الله يرحمه. انا طريقه تعبيري عن الحب، ممكن نتكلم عن لغات الحب تاني، بس انا الطريقه اللي بعبر بيها عن الحب ده اللي انا فهمته يعني مؤخرا، ان انا بحب اتكلم وانكش شخص مثلا قدامي، فاهم؟ فطول ما انا قاعد مثلا اللي هو ايه، ازيك عامل ايه، مش عارف ايه، اتكلم في اللاشيء، فاهم؟ مم. لكن هل اعبر بشكل صريح؟ طبعا في لغه حب، واحنا مقتنعين بده ومؤمنين بده، وكل واحد عنده لغه الحب بتاعته، او لغات الحب اللي هو بيعبر بيها. بس هنا انا بقول ان احنا برضو محتاجين نعبر تعبير صريح. انا ما كنتش بعبر تعبير صريح، حلو. مم. انا كنت بعبر بافعال بقى، ايوه. ايا كان لغه الحب اللي بعبر بيها، بس عمري ما كنت بعبر تعبير صريح. تحس ان اللي هو ايه ده، فاهم؟ هو انا بجد هقول، او هقولها ازاي يعني؟ ايه المناسبه؟ تحس ان لازم حاجه كبيره تحصل عشان تقولها. وبالفعل حاجه كبيره حصلت، خلتني اول مره احس بجد ان انا محتاج اقول، محتاج اعبر عن ده محتاج دلوقتي. اقول بقى. تعبت قوي قوي في مرض وفاتها يعني الله يرحمها. الله يرحمه. وانا كنت جنبها وهي بتتألم، بس خلاص كده بدأت تهدى شوية. يا الله الشعور ده صعب. لما هديت والألم خف وهكذا، بيروح وبيجي يعني. انا اول مرة يعني اول مرة احس ان انا قادر اعبر عن مشاعري بجد وقتها، علشان الفترة دي علمتني كتير. على الاقل علمتني اطبطب، فاهم؟ انا كنت دايما متعود ان انا باخد الشعور ده من امي، لكن عمري ما كنت انا اللي في مكان الشخص اللي، فاهم؟ انت بتاخد منها القوة اصلا بتاعتك انت فالفترة دي من الحاجات اللي غيرتها فيا حتة التعبير دي، ان في اللحظة دي اول مرة، حرفيا اول مرة اقول لها بمشاعر حقيقية ان انا بحبها. في اللحظة قالت لي وانا كمان بحبك يا ابو بكر. انا حسيت ان، بص، انا مش عارف اوصف الاحساس. احنا عارفين ده، احنا اكيد عارفين ده. هو انا يعني مش عارف ان امي بتحبني، ولا ان انا بحب امي هي مش عارفة ده يعني برضو؟ ما احنا عارفين ده، بس محتاجين نعبر عن ده. وقلت لها انا مش عارف ليه انا مش بعبر عن ده، بس حاسس ان انا محتاج اقول ده قوي، ومحتاج حضرتك تعرفي ده قوي. احنا محتاجين نعبر لبعض. انت كسرت حاجز الكلام. المواقف اللي حصلت وسلسلة الاحداث اللي حصلت دي كسرت حاجات كتير جوايا، وادتني حاجات كتير خلتني لا يا حبيبي انت لازم يعني تستنى لما يفوت الاوان مثلا، وتندم ان انت ما عبرتش، او ما قلتش اللي جواك، او ما وصلتش للشخص ده فعلا الاحساس الحقيقي اللي جواك. يا عم احنا مع اهلنا، الاب مع ولاده
بيبقى تعامله معاهم مثلا صعب وشديد، بس دي لغة حبه بالنسبة له، اللي هو انا كده بحبهم، انا كده خايف عليهم، بس هم محتاجين ان هم يسمعوا ده، بس هو مش قادر، اللي هو حاسس ان هي فاهم حاجة كده من الرفاهيات، معرفش ليه، بس دي حاجة مهمة، حاجة مهمة قوي، احنا محتاجين نعبر عن ده. يعني لو هقول ان الحب لوحده مش اهم من التعبير عن الحب، فده مش مبالغة، احنا محتاجين نعبر. اي نعم محتاجين نفهم لغات التعبير بتاعتنا وبتاعت الطرف التاني عموما، بس احنا محتاجين نعبر بشكل صريح. هو محتاج يكون عندنا ذكاء عاطفي شوية، نبقى مدركين الشخص ده محتاج ايه دلوقتي. يعني محتاج افعال دلوقتي، ولا محتاج طبطبة، ولا محتاج كلمة، ولا محتاج حضن. يعني لازم افهم هو محتاج ايه دلوقتي و... وفعلا لو كان محتاجه، يعني مش مجرد ان هي حاجة سريعة وهتعدي، لا هو دلوقتي محتاجه فعلا، فانا لازم اقدمه له حتى لو مش دي لغة حبي. يعني لو انا مش شخص بتكلم كتير، مش شخص بعبر كتير، بس انا شايف اللي قدامي دلوقتي محتاج ده، لازم اديله اللي هو محتاجه. لازم اتعلم ازاي اعمل ده. في ناس ما بتقدرش تعبر فعلا. التعبير ده اللي جابنا الموضوع، التعبير حتة ان احنا نتكلم مع بعض اصلا، فالتعبير ده بيبقى عائق ان احنا نتكلم مع بعض، وانا اتكلم معاك ازاي وهتحاور معاك ازاي وانا مش قادر اعبر عن اللي جوايا اصلا. فالاتنين بيصبوا يعني في نفس النتيجة في الاخر. محتاجين نعمل ده ومحتاجين نعمل ده علشان العلاقة في الاخر يعني تمشي كويس. ودي مش حاجات بنتولد بيها، يعني دي حاجات احنا بنتعلمها، دي بنكتسبها حاجات احنا بنكتسبها، وبنتعلمها وبندركها. يعني اللي احنا فيه دلوقتي ده لحظة ادراك اصلا. ولحظة الادراك دي اولى مراحل التغيير. بالظبط. يعني انا دلوقتي خلاص ابدا احاول اشتغل على ده مع نفسي، ان انا يبقى عندي اصلا القدره ان انا اعبر لنفسي عن اللي انا حاسه، ما بقاش وأفهم حاسس نفسي. بحاجه واتجاهلها واعيش بيها وخلاص. اقف شويه مع نفسي واتكلم، عشان ده هيساعدني بعد كده ان انا اقدر اعبر للي قدامي في الوقت المناسب عن الشيء اللي لازم يتقال يعني. بالطريقة المناسبة. بالظبط. يا الله، انا انا دخلت في مرحلة صعبة جدا دلوقتي. الله يرحمه. الله يرحمه. بس